عملت عيش العصفورة. عملت عيش العصفورة من الكنافة. والله بصوا، ادي الكنافة عيش العصفورة، وحاجة تشرف وجديدة. ولو عايزة تعرفي الطريقة كملي معايا الفيديو، متنسيش في اللايك والشير. بصوا بقى، تعالوا نعمل مع بعض احلى كنافة بطريقة جميلة وسهلة ان شاء الله تعجبكم. هنعملها نص كيلو كنافة، ربع كيلو الكنافة اللي عندي. بصي انا مطلعاها من الفريزر سهلة اهي. بصوا بتتعمل في ثواني. بصوا اهي، انا مش عايزه غير كده بس. طلعيها من الفريزر لو عايزاها كده. بصوا تتفرم، مفيش. بصوا مفيش اهو، ولا محتاجه جبه ولا محتاجه اي حاجه. مادام في الفريزر تتفرم منكم على طول. بس طلعوها وهي ايه يعني، سيبيها تستريح مثلا 10 دقايق قبل ما تسيح خالص. بصوا عشان ايه، بصوا اللي ساحت هتغلبكم شويه، لكن وهي مجمده كده تبقى اسهل بكتير. بصوا اهي بتتفرم، مفيش بقى كبه ولا الحاجات دي خالص اهي. بصوا اهي بس كده او بس كده. هحط عليها معلقه سكر اهي، معلقه سكر بس. هنزل عليها بايه، معلقتين زبده كده او سمنه اللي عندك، واقلبها كويس قوي. لازم بايديا، مش هينفع بمعلقه، مش هينفع باي حاجه، لازم بايديا كده عشان ايه، السكر والسمنه تخش فيها كلها اهي. ايوه كده. عندنا قالب الكب كيك هندهنه سمنه اهي عشان تطلع بسهوله. طبعا كنافه يعني بتحب السمنه. هندهنه كده اهو. كله كده عشان ايه، تطلع معانا في منتهى السهوله. هنعملها، نعمل كنافه بالمانجا بس بطريقه حلوه جدا جدا جدا. شوفك هينبهروا بيها وهيعجبهم كده. ماشي، تاكدي ان السمنه في كل حته فيها. هنجيب بقى في كل عين كده كنافه. بصوا هنحطها كده، نحط بس الاول في كل عين كده حبه، بعدين هوريكم هنعمل ايه تاني اهي. بصوا بقى هنعملها كده. بصوا نتاكد ان احنا مالينها كويس اهو. هنعمل فجوه كده فيها اهي اهي. هنجيب كوبايه واحده اتنين كده. بصوا نضغط كده اهو او كده اهو. بس شفتوا هو كده، نظبطها تطلع شكلها تحفه. وهنحشيها مع بعض اهي. نظبط الدنيا بس كده اهي، يعني توصوا عليها بعزمكم قوي اهي. بصوا اهي، بس ده اللي انا عايزاه كده اهي كده اهو. هنعمل اهي كده اهو، ونظبطها بقى اهو كده اهو. ماشي، هنعمل بقى التانية برضو كده منها كده اهي. هنظبط كله وارجع لكم. بصوا بقى كده خلصت. هنحط ايه عليها سمنه اهي من وش برضو، على كل كاب كده سمنه. بس الفكره كده وصلت لكم. وهنحطها في الفرن بس كده، وما ترجع هنشوف هنعمل ايه. لما طلعت من الفرن هنروح ايه، حاطين عليها عسل. بس كده بس كده ايوه. وتهدى هنشوف هنعمل فيها ايه. هتهدى ونروح عاملينها كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى، هنسيبها بقى تهدى خالص ونشوف هنحشيها ايه. دباني حلوه قوي انا هعملها. هحط عليها بكوين اهو. ده لايه، للكنافه اللي احنا عاملينها مع بعض، كوبايه الكنافه اهو. واحط عليها معلقه كريم باستر. ماشي،
واحط عليها كوبايه ميه بس كده، بس كده، وهضربها ونرجع لكم. بصوا بقى كبات، بصوا انا اهي حطيت الكريمه بعد ما ضربتها، حطيتها في كيس حلواني. بصوا، وحطيت كان عندي مانجا، حطيت ايه عليها حبه مانجا اهو. نعمل واحده تانية. ده عش ايه العصفوره اهو. بصوا بقى مفيش احلى من كده ولا ايه اروع من كده تقدموها لحبايبكم لما يجيلكوا في عزومه او لولادكم. خلصنا كده؟ لا ما خلصناش، يا نهار ابيض اهي. اهو هكمل بقى وارجع لكم نشوف هنكملها ازاي. بصي عندي مانجا، هحط كده في كل واحده قطعه كده. بقى ايه حصري عندي ايه كنافه عش ايه العصفوره يقضينا اهي، حاجه كده تشرف بجد 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 اهي. ايه رايكم؟ ايه مش سامعاكم؟ هسمعكم لو حطيتوا لايك وقلتوا لي رايكم في التعليقات. حاجه كده تحفه تحفه تحفه. نكسر بقى اللون بحبه ايه فستق. فستق فستق، امال ده الفستق الكداب اللي احنا عملناه مع بعض اهو. ايه رايكم بقى في الحلويات والجمال ده؟ استاهل عليها لايك ولا لا؟ وممكن هنقدمها بطريقه تانية. نجيب كوبايه الكب كيك ونحطها فيها كده اهي. اهو كده اهو. ايه رايكم في الحلويات والجمال ده؟ بجد ما استاهلش لايك ولا لا؟ اهو حصري، واول مره ان شاء الله هتشوفوه عندي في قناتي، ويا ريت بقى نفسي اطلع ايه ترند مره اهو. ايه رايكم في الحلويات والجمال ده؟ مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. تنسونيش في اللايك والشير. السلام عليكم.